قبرص واخده حقل افروديت وتم التوقيع عليه سنه 2013 بموجب اتفاقيه، وانه الحقل ده قيمته 123 مليار دولار. حقيقه ده ايه؟ ارجو الاجابه من او بيان يطلع من وزاره البترول، ارجو، او رئاسه الوزراء، ارجو. ليه بقى؟ لانه الاجابه اللي هتطلع من وزير البترول في اللحظه دي، مش بتكلم في اللحظه دي يعني في البرنامج، لا، في اللحظه دي مهم. هيجاوب على تحقيقين مهمين صدر في الصحف او نشر في الصحف المصريه. التحقيق الاول نشر في صحيفه التحرير، وفي اتهام واضح، او في بلاش اتهام، في استفسار عن هل حقل افروديت المصري، هل مصر يعني اديته كده لقبرص، استغنت عنه كده، ولا قبرص ضحكت علينا، ولا ايه؟ واحد. اتنين، هل فعلا اسرائيل بتنهب في الغاز المصري؟ مش موضوع حسين سالم وموضوع شركه غاز البحر المتوسط وكلام من ده، لا، يبدو ان في كلام كتير في هذا الاطار. سفير محترم تختلف وتتفق معاه، البعض يختلف يتفق معاه في الوقت الحالي، لكنه سفير محترم وليه ايد بيضة جدا 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 في مسألة الغاز المصري والبترول المصري، هو السفير إبراهيم يوسف. احنا القضية اولا مرفوعة ضد قرار اداري صادر من وزير الخارجية بنشر الاتفاقية وبدء العمل بها. فالمحكمة تستطيع أن توقف تنفيذ القرار الإداري أو تلغيه، لأنه إحنا لو جينا نتكلم في اتفاقية دي صادرة من مجلس الشعب ما فيش اختصاص للقضاء الإداري فيها. فإحنا أساسا علشان نقدر نوصل إلى اختصاص القضاء الإداري، أنا طعنت في قرار وزير الخارجية اللي بيتضمن شيئين: نشرها بصحيفة رسمية وبدء العمل بها. وده يبقى اسمه قرار تنفيذي. أي قانون بيطلع يا فندم بيبقى ما عايز حاجة اسمها لائحة تنفيذية بيعملها الوزير. لو ما عملش الوزير اللائحة التنفيذية لا ينفذ القانون. فهنا إذا الاتفاقية بالنسبة لنا هتكون غير موجودة. احنا بقى ممكن هنروح المحافل الدولية لأنه علينا مسؤولية دولية. نعم. المسؤولية الدولية دي هنحلها فين؟ يا محكمة العدل الدولية يا محكمة البحار. أعالي البحار. موجودة الاتفاقية عاملاها. وبعدين الشركات اللي بتطلع الغاز هنتعقبها في كل مكان بالقضايا في الحقول بتاعتهم. وحتى لما تنقل الغاز إلى أي مكان هنتعقب الغاز وهنتعقب النقل وهنتعقب الأنابيب وهناخد أحكام. يعني هي معركة قانونية، معركة وطن متشعبة وممتدة. اللي أنا عايز أقوله بس كمان يا فندم بالمناسبة يعني شيء محزن. مصر مغتالة في حقوقها في الشمال وفي مياهها في الجنوب. وعايزين مواقف. الموقف من مياه النيل موقف مايع، والموقف من الغاز مش واضح. عندنا الوزراء بيدافعوا عن هذه الاتفاقية. احنا فين يا فندم؟